السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده طبعا شم النسيم، كل سنه وانتم طيبين. اهم اكله بتعملوها في شم النسيم هي طبعا الرنجه. فالنهارده هنعمل بقى طريقه الرنجه بطريقه بسيطه وبطريقه سهله، وزي ما بنقول كده حلاوتها في بساطتها. فهنعملها بطريقه مختلفه خالص، طريقه جميله، ولو عملتوها بنفس النظام هتحبوها وتعملوها على طول بنفس الطريقه دي. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض اللي هي سلطه الرنجه. فهتشوفوا سلطة الرنجة بتتعمل بإيه. دلوقتي بقى أساسي يعني في الأكلة كلها أو في سلطة الرنجة اللي هنعملها، الأساسي طبعا اللي هي الرنجة قدامكم أهي زي ما انتم شايفينها. طبعا بعد كده معانا الليمون، والليمون طبعا برضو أساسي، لأنه طبعا لو في أي ميكروب في الأكل أو أي حاجة بيبقى مطهر، فأساسي في الأكل. بعد كده معانا طبعا الفلفل الألوان زي ما انتم شايفينه، وده طبعا زي ما قلنا قبل كده يعني مجموعة فيتامينات جامدة. يعني أكلة مكوناتها كلها مع بعض بتبقى برضو أكلة مغذية، برضو أساسي، لأنه كله أساسي بصراحة. هي الأكلة كلها مع بعض بتدي يعني الأكلة بتبقى كاملة بالحاجات دي كلها. طبعا البصل الأخضر زي ما انتم شايفينه ده. بعد كده معانا الطماطم، اللي عايز يحط طماطم فيها بيحط، واللي مش عايز ما يحطش براحتكم يعني. معانا بقى في سلطة الرنجة اللي احنا هنعملها طبعا أساسي وهي الطحينة. فالطحينة دي اللي هي الصوص بتاعها بيتعمل برضو، وبعد كده بتحط عليها بيديها طعم خطير وبيديها مادة غذائية جميلة، ولو عملتيها بنفس الطريقة هتحبيها أوي تعملها على طول. بعد كده بناخد زي ربع كوباية زيت، طبعا معانا نص هنا كوباية خل زي ما انتم شايفين، وده طبعا مطهر. لو الرنجة فيها أي حاجة طبعا بتبقى مادة مطهرة جميلة يعني صحية. فطبعا مجموعة الحاجات الجميلة دي كلها تبقى مع بعض، وهتشوفوها دلوقتي هتتعمل ازاي. دلوقتي بقى حبايبي الطاسة دي نعمل عليها الرنجة، لأن الرنجة ساعات بيعملوها على النار على طول، فدي طبعا بتعمل مادة مش حلوة. فدلوقتي هننزل الرنجة زي ما انتم شايفينها كده، ما تحطيها على النار على طول. بس اول ما بتاع الطاسه تبقى سخنه، اول ما تنزلها بصي بتتنفخ على طول. هنقلبها بقى الناحيه التانيه زي ما انتم شايفينها كده. بصي احنا كده كده الجلد ده اللي احنا بصي اللي طالع ده هو طالع لوحده اهو، احنا كده كده هنشيله. طبعا ده بيساعدك لما تحطيها على النار كده في الطاسه انك انت بتنضفيها بسرعه، لان القشره بتاعتها دي كده كده احنا بنشيلها فبتطلع بسهوله. طبعا دي طريقه صحيه انك بتعمليها على النار عشان خاطر لو في اي ميكروب بيموت طبعا. وكده بصي هنشيلها بعد كده وهننضفها وتشوفوا هنعملها ازاي. ودلوقتي بقى يا حبايبي بعد ما شلناها من على النار فتحتها خالص، بصي عملتها ازاي وشالت الجلده لوحدها، فبقت طريقه سهله ان انت يعني بتشيليها بسهوله. فطبعا اول حاجه هنعملها هنشيل الراس زي ما انتم شايفينها كده. وبعد كده بقى هي اصلا النار بصي فاتحاها ازاي. فطبعا هنطلع الحاجه اللي فيها دي كلها نرميها، الحاجات اللي ملهاش لازمه اللي احنا مش بناكلها. وبعد كده هنخش بقى على اهي بصي اتفتحت ازاي بقت سهله. بعد كده هنخش بقى على الشوك بتاعها ده هنشيله طبعا عشان تبقى الرنجه سهله نضيفه كده وتبقى ما فيهاش اي شوك تضايق اي حد. فهنا كده بصوا اهي طريقتها. طبعا الجلد اللي ورا ده النار مساعده ان هو يشال، فاحنا هنشيله مع بعض كده زي ما انتم شايفين. بصوا شايفينه ازاي اهو كده، بصوا طلع ازاي، النار ساعدتك على انك تعمليه. احنا كده كده اهي بصوا زي ما انتم شايفينها اهي بصي بقت ناعمه ازاي. بعد كده طبعا بتلاقي الجلد الشال وهنا الشوك الشال، فطبعا بتبقى سهله انك انت تقطعيها بصي حتت كده حتت كده. فاحنا هنعمل برضو التانيين بنفس النظام كده ونقطعها حتت. طبعا دلوقتي انا بقطعها بايدي حتت عشان لو قطعتها بسكينه انا مش هحس بالشوك، فانا مش الشوك بقى بشيله بايدي لو في اي شوك ولا اي حاجه عشان ما تيجي تاكليها تبقى سهله. اهي بصي ده كمان بشيلها ارميها، يعني اي حاجه معلقه فيها انا بشيلها عشان لما تيجي تتعمل سلطه ما تضايقش حد. اهي كلها بصي اتقطعت واتعمل، بصي اتعملت ازاي اهو زي ما انتم شايفينها كده. بعد كده هنعمل طبعا التانية بنفس النظام وهتشوف هنعمل دلوقتي بقى. نيجي نعمل طبعا سلطه الرنجه، فاهم حاجه الخضار بتاعها اللي هنعمله هنقطعه فيها. فهنمسك كده زي ما انتم شايفينه البصل اللي احنا جبناه، طبعا كل حاجه غسلينها ومخلينها نضيفه زي الفل. فهنا طبعا لما غسلنا البصل ونضفناه طبعا من الحاجات اللي كانت هنا، كانت في حاجات ملهاش لازمه والراس بتاعته كله خليناه نضيف كده زي ما انتم شايفينه. هنقطع بقى البصل مع بعض حتت صغيره كده عشان يتحط على السلطه. طبعا طالما فيها رنجه اهم حاجه فيها بيبقى البصل ده ماده اساسيه طبعا في شم النسيم، في العيد، في الحاجات اللي فيها رنجه فيها فسيخ فيها، فاهم حاجه البصل ماده اساسيه وجميله ومفيده زي ما انتم شايفينها كده. قطعناها طبعا حتت صغيره عشان اللي يجي ياكل ما يلاقيش حتت يتضايق منها ويلاقيها كبيره. فطبعا كل ما تقطعها صغيره بتبقى احلى اهو زي ما انتم شايفينها كده. قطعنا بصل ولسه هنكمل طبعا تاني، بس ده اهو بس قطعه صغيره عشان تبقى جميله في سلطه الرنجه. دلوقتي بقى بعد ما خلصنا البصل وقطعناه حتت صغيره زي ما قلنا
هناخد بقى الفلفل الالوان ده وهنقطعه برده حتت صغيره، نقطعه بالطول وبعد كده هناخده ايه بالعرض. نمسك بقى دول مع بعض بالعرض كده زي ما احنا بنعمل اهو كده. هنقطع كمان الفلفل الاصفر. طبعا الفلفل الاصفر والاحمر والالوان دي كلها طبعا فيتامينات جميله ومفيده، فانت كده بتضيفي ماده زياده في الرنجه، يعني الرنجه ليها فيتاميناتها جميله. فهنقطع بقى الفلفل مع بعض. قطعنا بقى الفلفل الالوان الاحمر والاصفر زي ما انتم شايفينه، ولسه طبعا هنقطع هنكمل. بصوا هو صغير ازاي، فكل ما تقطعيها لحاجه صغيره هتبقى حلوه قوي في الاكل يعني. بعد ما قطعنا الفلفل الالوان هنقطع الطماطم زي ما انتم شايفينها كده، طبعا كل حاجه غسلينها. دلوقتي بقى نقطعها مع بعض. دلوقتي بقى حبايبي هنعمل الصوص بتاع سلطه الرنجه. دلوقتي اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب بوله زي دي كده، هتكون غويطه شويه عشان تاخد الحاجه اللي هنعملها. نحط الطحينه زي ما انتم شايفينها دي، فهننزل بقى الطحينه كده زي ما انتم شايفينها كده اهي. اول حاجه بننزلها في الصوص اللي بنعمله اللي هو الطحينه. طبعا الطحينه دي مفيده جدا وحاجه جميله، بتدي طعم خطير للسلطه بتاعت الرنجه اهي. خلاص كده. ودلوقتي بقى بعد ما حطينا الطحينه دي هنحط زي ربع كوبايه زيت زي اللي احنا قلنا عليها وهننزلها على الطحينه. بعد كده هنحط اللي هو نص كوبايه خل. بعد كده هنحط عليها ليمون وهنحط عليها ميه. الميه بقى زي ما انتوا عايزينها، اذا كنتوا عايزينها قوامها خفيف هتزودي ميه، اذا كنت عايزه قوامها تقيل فهتقللي الميه شويه وانت بتقلبي هيبان معاكي. فهنعمل دلوقتي بقى هنحط عليها بقى ليمون زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الرنجه بتحب الليمون، فتحطي واحده او شوفي ازيد زي ما انت عايزه. دلوقتي بقى هنحط بعد كده معلقه صغيره ممسوحه كمون زي ما انتوا شايفينها كده. وهنمسك بقى ايه مضرب ونقلب بيها ونشوف القوام اللي احنا عايزينه. هنحط بقى نزود شويه ميه، لو القوام بتاعها تقيل خففيه شويه، لو هو خفيف خلاص زي ما انت عايزه، اذا كان قوامها تقيل او خفيف زي ما بتحبيها يعني. فهي كده ايه، هي كده قوامها حلو. احنا حطينا شويه ميه مش كتير وهنقلب فيها بقى عشان المكونات كلها تخش في بعضيها. طبعا يا جماعه احنا دلوقتي بنقلبها جامد عشان تبقى تقيله شويه اكتر زي ما انتوا شايفينها كده. كل ما بتقلبيها كل ما بتتقل معاكي اكتر. فطبعا دلوقتي احنا طبعا حطينا المكونات كلها، بس هي انا ضفتها لقيتها عدبه فهي عايزه ملح، فهنزودها شويه ملح. انت لو جايبه الرنجه عدبه هتحطي لها ملح، لو جايبه الرنجه حادقه فانت مش هتحطي لها ملح ياما. فزي ما انتوا شايفين كده كل ما بتقلبيها كل ما بتتقل اكتر. بتجيبيها شمال ويمين كده فبتتقل زي ما تكوني بتضربيها بالمضرب. هو مضرب اصلا بس يعني ايه المضرب الكهرباء كان بيتقلها اكتر، فدي كده احسن. دلوقتي بعد ما قطعنا بقى كل حاجه وريناها لكم حتت طبعا قطع صغيره، فهنجيب بقى طبق كبير زي ده كده اهو زي ما انتم شايفين كده، وهنحط بقى فيه سلطه الرنجه. هنجيب بقى رنجه مع بعض اهي زي ما انتم شايفينها. طبعا عملناها معاكم واحده واحده وقطعناها بايدينا عشان لو في شوك نشيله. فهننزله بقى مع بعض كده اهو. هننزله الاول كده، هننزل بقى الفلفل الالوان عليها مقطعينه برده قطع صغيره اهو كده. بعد كده هننزل بقى الطماطم برده مقطعينها قدامكم اهي كده. بعد كده هنحط بقى البصل المتقطع ده قطع صغيره برده اهي زي ما انتم شايفينها كده، وهننزله عليهم طبعا الكميات بتكون مناسبه بعضها لان ما تبقاش حاجه كتير وحاجه قليله او تقطعيها كبير وحاجه صغيره. دلوقتي بقى هنقلبهم بقى كلهم مع بعض كده زي ما انتم شايفينهم كده كله. بصوا قطع صغيره كلها ايه قد بعض، يعني مفيش حاجه كبيره وحاجه صغيره. طبعا كلها يعني حاجه جميله وان هي يعني فيها فوائد كتيره قوي قوي وفيها حاجات جميله. طبعا حبايبي اللي ما بيحبش ياكل الرنجه لو عملها بنفس الطريقه دي هتبقى خطيره وهيحبها، وكل مره هيعملها حتى من غير يعني مناسبات. احنا ساعات بنجيبها وبنعملها كده عادي فيحبها وهيعملها على طول. طبعا الخضار اللي احنا حاطينه ده
فيها طبعا فيتامينات وفيها فوائد، فهتبقى اكله متكامله مع بعض كلهم كلهم في بعض. دلوقتي بقى بعد ما عملنا زي ما انتم شايفينها كده الرنجة عليها الخضار كله اللي احنا مقطعينه، زي ما مقطعينه وحطينا عليه على سلطة الرنجة زي ما انتم شايفينها كده. حط عليها صوص الطحينة. بصي تقلت ازاي، المضرب كل ما بتضربيها كده وتقلبي فيها بتتقل اكتر. فهنمسك بقى هنا كده اهي كده تمشي بيها كده. تبقى من على الوش كده شكلها حلو. ودلوقتي بقى هنكمل، هنحط صوص الطحينة اللي احنا عاملينه اهو زي ما انتم شايفينه كده، وهنقلبها كلها ببعض. تديها بقى طعم وبص خطير خطير، هتحبوه ولا اي حد ما بيحبش الرنجة هيحبها. بعض وده كده بقى الشكل النهائي بعد ما حطينا عليه صوص الطحينة من على الوش وقلبناها كلها ببعضها ودخلت كده. بصوا زي ما انتم شايفينها كده اهي. هنحط بقى الليمون اللي احنا مقطعينه ده، هنحط بقى الانصاص كده ونرصصها كده من على الوش اهي. يعني اللي عايز ليمون تاني مثلا وهو بيعمل عايز يعصر يعصر. هنرص هنا بقيت بقى الليمون زي ما انتم، او ممكن تجيب دي كده اهي زي ما انتم شايفينها كده في الاخر. ده بقى شكلها النهائي زي ما انتم شفتوه. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش طبعا الاشتراك واللايك، واهم حاجه طبعا تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده خلصنا اللي هي سلطه الرنجه، وطبعا عملناها بحاجات جميله. ما بيحبهاش ومش بياكلها هيحبها لو عملها بالطريقه دي لانها طريقه جميله وسهله. هنا بقى في حاجه تاني اللي هو طبعا شم النسيم. احنا طبعا عاداتنا يعني حاجه بسيطه اللي احنا بنعملها، اللي احنا كنا بنلون البيض في شم النسيم. فطبعا شم البيض احنا جبناها هنا زي ما انتم شايفينه كده. فاحنا مش بنلونه جواه بيض، لا احنا بنفضيه زي ما انتم شايفينه كده، تخرموه بحاجه وتفضوه وبعد كده تغسلوه وتلونوه بقى قلمة في المصدر، اي حاجه عندكم تلونوها بيها. الاول كنا بنسلقها فطبعا بناكل بعد كده البيضه، او ساعات كنا بنسيبها فهي مش صحيه يعني. انما كده بطريقه تقعد معاكي يعني مده طويله ودي فاضيه ما فيهاش حاجه، وبتغسليها من مطرح البيضه وبعد كده بتنشفيها وتلونيها عادي زي ما انت شايفاها كده. تقعد معاكي بقى من السنه للسنه تبقى ذكرى تلونيها. طبعا لو اولادك طبعا هيقعدوا يلونوها يبقوا فرحانين بيها، يعتبر فرحه. وبعدين احنا اتربينا اصلا على الحاجه دي كنا بنعملها ونفرح بيها. فهتنشفيها كده زي ما انت شايفاها كده وما فيهاش حاجه وتلونيها، وهما يبقى يحطوها مثلا قدامهم وهما بياكلوا. ده يعتبر شم النسيم بيبقى يعني شكل جميل. دلوقتي يا حبايبي بعد ما وريت لكم بقى البيض بيتعمل ازاي كده يعني عادي صحي ما فيهوش اي حاجه، لان الاول قلنا كان بيتسلق وكان بيتعمل بطريقه غير صحيه وكان بيبوظ بسرعه وبيترمى بسرعه، انما كده يقعد معاكي بالسنه للسنه. فطبعا هنجيب قلمه في المصدر زي دي اللي بتلونوا بيها في المدارس يعني، وبعد كده البيضه تكون ناشفه ما فيهاش حاجه، وبعد كده هنلونها بقى كلها زي ما انتم شايفينها كده اهي. هنمسكها كده الوان الوان كده في بعض وهنعمل فيها بعد كده رسومات هتشوفوا ازاي بتتعمل. كده بقى زي ما انتم شايفين عملنا اللي هو الجزء ده كده اخضر زي ما انتم شايفينه باللون ده، وبعد كده هنمسك بقى اللي جنبه ده احمر اهو. يعني الرسمه اللي تعجبك زي ما انت عايزه، يعني هم اولادك مثلا قاعدين فرحانين بشم النسيم ودي يعني احنا فرحه يعني ما فيهاش اي حاجه. فيمسك بقى الالوان، يمسكوا الالوان يلونوا مع بعض تبقى ذكرى. يعني احنا واحنا صغيرين برضو كنا بنعمل الحاجات دي في المدارس وهنا، فكانت بتبقى ذكرى جميله لحد دلوقتي والله فاكرينها. فبنقعد نقول لاولادنا مثلا احنا كنا بنعمل كده في اليوم ده، فدي يعني حاجه جميله. طبعا ده نشاط يعني بيخليهم مع الفرحه وكده وبتاع، فبيعملوا بيبقوا مبسوطين وسعداء بدل ما يمسكوا التليفونات طول النهار، يستلوا في حاجه جميله زي دي. لو في اجازه طبعا ما فيش دراسه، فهو كده كده اليوم ده اجازه شم النسيم، فدي بتبقى ذكرى جميله بتتعامل مع بعض كده وبنعمل مع بعض وبنبقى كلنا فرحانين. اه الاخضر طلع شويه ممكن ندخلها كده عشان انا ما مسكتها. بص عملت لون ازاي قبل ما ينشف. فتمسكي كده الاخضر كده تعيد عليه تاني اللي هو اتمسح اهو اتعمل كده شايفينه اه. بدي شكل جميل زي ما انتوا شايفينه كده، بدي الشكل ده. طبعا في الصبع ده يعني ايه بريحك بدل ما ايه الالوان كلها تدخل في بعض او ده، بس ده ايه كبير اهو. ايه رايكم؟ جميلة. بعد كده هنمسك مثلا اللون الازرق
دلوقتي يا حبايبي عملنا اللونين دول. اي الوان عندك دي بيضه يعني ما فيهاش حاجه، اي الوان عندك تحبيها يعني اولادك يحبوها تعملي بيها كده. هتكمليها كلها وهنوريها لك في الاخر. وبكده بقى بعد ما لونا البيض عشان شم النسيم هتبقى شكله النهائي كده. بعد ما لونا البيض انا والبنات بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، فاهو بصوا منظره يعني، بصوا الشكل الرسمه اهي كده اهي، بص عامله ازاي. وهنا دي بصوا عامله ازاي رسمتها. يعني اي رسمه اي رسمه يعني تيجي على بالك اولادك طبعا بيقعدوا يلونوها ويعملوها اهي. بصوا هنا بصي الشكل ده برضو عامل زي السما كده زي ما انتوا شايفينه. ودي كل واحده رسمه بنفضيها من جوه زي المنظر، بتقعد معاكي من السنه للسنه واكتر كمان، ولا فيها حاجه صحيه وحشه ولا فيها اي حاجه. منظر جميل لكل ما هتبص عليها والاولاد يبصوا عليها يحسوا بشم النسيم. طبعا سلطه الرنجه بصوص الطحينه زي ما انتوا شايفينها، ده الشكل النهائي اهو. هنمسحها بقى من بره كده عشان عارفين اهم حاجه في الاكل طبعا، انتوا عارفين طبعا ان العين بتاكل قبل البق، فطبعا اهم حاجه المنظر من بره كده يتمسح، يبقى ما فيهوش اي حاجه خالص، يبقى شكله حلو زي المطاعم ما بتقدم حاجه حلوه كده اهو. بصوا زي ما شايفين اهو منظره جميل. ايه رايكم؟ سلطه الرنجه بصوص الطحينه.